بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. جيتكم فيديو كله طاقة ونشاط وحماس وحيوية وتعزيل مسواك تنظيف ثلاجة، وما خلينا شي ما سوينا من الصبح لليل، كراب بكراب. وانتم شاردين شلون شاردين الكراب؟ بس لا والله حلو، استمتعون ويانا وتتحفزون وشوفوا شنو سوينا بيومنا. اول ما قعدت كفكفت الصينية مالت الريوق وشفت يعني أبرقة وجابلنا مسواق وثلاجة فارغة، لقيت بيهن بس هذين الشجر أو الكوسة شو يسمونه، طلعتهن قلت خل أسويهن للغدا وأخلص منهن، حرامات يخربان. وهنا أول ما بديت نظفت الدجاج، قلت قبل لا السنك يتلعوس لو يترسم معين خل أنظف الدجاج، والنوب بعد ما نظفت الدجاج جمعت الماعين أغسلهن. هنا أنا قلت لكم نظفت الدجاج خليتها بالثلاجة على مود أفرزه، يعني هسه هاي أول خطوة خلصت منها، نظفت الدجاج وأمنت عليها ونظيف بالثلاجة. اجيت هذا عدي الشجر سويت حلقات وبديت أحمسه للغدا. بنات سولفون انتم تحبونه تاكلونه لو مو هالقد وياه؟ احنا والله شوية يعني زين علاقتنا وياه، يعني كمرقة عادية ناكله، يعني من أسوي يعني لبرقة والبنات عادي، يعني ما يظلون يتونونون وليش سويتوا لنا وليش ما هاي، لا عادي أشوي يعني يتقبلوني، فعادي بين فترة وفترة أسوي لهم. وهنا أنا بديت أغسل الماعين. هاي الفقرة اللي ما نخلص منها، ورانا يمكن حتى من نموت ورانا هاي الماعين. وبنات عندنا قصة حلوة خل أشاركها وياكم وطوني رأيكم بيها وكتبولي بالتعليقات. قصة البنية اللي سممت رجلها. صديقتي تقول اكتشفت رجلي يخوني، اكتشفت إنه يخابر بالتليفون وهامني ويتأخر بالليل، وضجت منه وقررت أسميه. قلت أنا على هذا التعب ومتحملته ومتحملة بيتي وبناتي وكله تنظيف علي والشغل، وما يدري لا بدراسة ولا ببيت ولا بطبخ، وتاليها يخوني، هل أحط له سم وأسمه وأخلص منه. يعني يا أخطية البنية ضغط عليها ودراسة وتنظيف، وإنه بشوف الرجال يخونها، في أخطية شنو عقلها طار من راسه، فقررت تجيب سم وسم الرجال. راحت له العطار قالت له أريد سم، قالها شو اللي تبي؟ قالت له أريده يعني أريده محتاجته. طول بالها وياها قالها شنو تردينه شو اللي تبي؟ قالت له أريد سم أسم رجلي. قالها لا أبويا ما يصير أنا ما أعطيك مدري شنو. قالت له لا إلا تنطيني وحلفته ولا انطاها. المهم انطاها العطار سم، قالها بس هذا السم شو اسمه ما يبين بيوم واحد. يعني هي سولفت له قصتها وقالت له هيك وهيك ورجلي يخوني وأريد أخلص منه وأريد شنو شلون تعاطف وياها. انطاها سم، قالها بس هذا السم ما يبين بيوم واحد، هذا السم مدته 30 يوم، يومية خاشوقة ويا الأكل، تحطين خاشوقة ويا الأكل ما يحس بيه. هي خذت الوصفة وخذت السم وجت للبيت، ظلت يومية تحط خاشوقة من هذا السم ويا الأكل، وعلى مود لا يشك بيها ظلت يومية تطبخ لما يوم سمك يوم دولمة يوم، يعني أنواع الأكل وأصناف الأكل. والجهال على المود لا ياكلون ويا ابوهم ويتأذون، ظلت يومية تغديهم من وقت او تعشيهم من وقت وتخليهم ينامون. من يجي ابوهم يلقى البيت نظيف ويلقى الاكل جاهز، وعلى المود لا يشك بيها لا يشك بيها، ويعني انه هي حاطت له سم هي متغيرة وياه، لو انه طعم الاكل يختلف. على المود هم لشوية يعني للتأكيد ظلت تسوي له عصاير، تسوي له زلاطة، يجي الله يساعدك تضحك وياه سولف وياه. على مود شنو خطتها تمشي على حسب الأصول. استمرت على الحالة هاي أسبوعين، يومية يجي الرجال بيته نظيف، أكله أنواع الأكل يومية أكله شكل، يومية عصير، يومية فواكه، جهالة نايمين البيت نظيف، تضحك تسولف وياه الله يساعدك أبو بيت أبو جهالة على المود لا شكل الرجال. فاستمرت الحالة أسبوعين. ورا الأسبوعين الرجال ضل يهتم بيها، خطية شافها مريضة ساعدها لا تطبخين، شافها تعبانة نظف وياها غسل وياها يشيل وياها يخابرها يسأل عليها، خطية شنو سويتي شنو طبختي شنو تردين شنو محتاجة. خطية هي شنو تعامله ضل يعاملها، تقول له الله يساعدك الله يساعدك، تقول له الله يساعدك، عاملته بالزين عاملها بالزين. فاختلفت تفكيرها، شافته يحبها شافته يخاف عليها شافته يساعدها، يظل يجيب لها هدايا يهتم بيها يجيب لها عطور يذكرها. فاختلف تفكيرها، قالت انه هو يحبني ليش انا سمه، غيرت يعني تراجعت عن قرارها مال السم. بس عقب ما فات أسبوعين وظلت كانت يوميا تحط له سم
بالأكل. فات أسبوعين خافت البنية كلش خافت، وقالت لا أنا ما أريد أسميه، أبو بيتي أبو جهال شلون أسميه، هو طلع يحبني، يمكن ساعد عصبية وسرعت واستعجلت. راحت للرجال خذت منه السم، قالت له أنا تراجعت، يحبني ويريدني وما أريد أسميه، أريد يعني أتراجع، خاف عليه، أنا خاف عليه، أنا أحبه. قالها أبوي أنا ما أعطيتش سم، أعطيتك بهارات عادية تحطينها ويا الأكل، قنعتك بها إنه هذا سم، بس هو بهارات عادية طبيعية ما سم ولا فد شي، بس أنتي هذا من اهتمامك واهتميتي بيه وداريتي، اخطيه وقت راحته، عزلت الأطفال عنه، نيمتيهم، فكل ما يعني اهتميتي بيه أكثر حباك أكثر واعتنى بيك أكثر، فهذا يعني انت سويتي موسم اهتمام. وبنات تستكشفون من قصتنا وسالفتنا، وهي طبعا يعني شبه مو حقيقية، يعني شبه من الخيال، مو من الخيال، يعني أنا سامعتها وحبيت أسولفها وياكم. يعني هو اختيار الرجال التعبان، يجي تعبان يريد أكله جاهز، بيته يعني نظيف، جهاله مرتبين، وشنو تهتمين بيه يهتم بيك، وشنو يعني تطبخي له، وهاي هو يعني بالمقابل تحبينه يحبك، تهتمين بيه يهتم بيك. وهاي قصتنا لليوم. وبنات كتبوا لي بالتعليقات إذا تحبون أسولف لكم هيك قصص لو لا، وكتبوا لي إيش رأيكم بيها. هنا أنا بنات بعد أنا شنو نظفت الثلاجة وياكم، عزلت المسواق، طبخت المرقة شلون سويتها، خل أسولف لكم شوية عليها مختصر. حمست بنات الشجر، وعندي هذا شوية بازاليا وجزر من هاي الكاسة يعني المجمدة، حمستها وياها. النوب ضفت معجون، والنوب شوية المعجون من حمس ضفت ماي ومرقتها، يعني بسيطة بس طعمها كلش طيب. وهنا أنا طبخت تمن شعرية، حمست الشعرية وتمن أنا منقعته وضفته فوق الشعرية، وخليت له ماي وملح وغطيته، وعزلت الثلاجة، يعني أنا منظفتها يعني قبل لا أسوق، أبو رقاوي يسوق، أنا منظفتها، بس رجعت مسحتها مسحة خفيفة، هي نظيفة بس رجعت للتأكيد مسحتها مسحة خفيفة، ورجعت المسواق، يعني هو جايب لنا هذا مسواقنا طماطة وخيار وفاش، أنا قلت له لا تكثر لين شنو حرامات يخرب. هنا هم راح أسوي لهم زلاطة خس. شنو بنات تحبونها؟ لا تاكلونها؟ هاي اللي شو اسمه الخضروات الشتوية كلش حلوة والله، يعني سبحان الله، الخس، العرنوس، بعد شنو الشلغم وشوندر، كلش حلوات موسمهن ويجن تازة. وبنات هذا روتيني الصباحي، يعني أقعد من الصبح أشوف شنو أسوي لهم ريوق، أودي البنات أول شي للمدرسة، مشطلهن وأبدلهن وأودي البنات للمدرسة. النوب أبدي أطبخ الغداء وأسوي يعني شنو عندي، مثل المسواق أنظف، أرتب، أمسح الثلاجة، أنظف المطبخ والهول والحديقة، مرات عندي هدوم أقعد أغسل، والشغل ما يخلص. نفس على هذا الروتين يومية، تنظفين تطبخين تغسلين، والله حتى مل يعني بس شو نسوي، هاي حياتنا والحمد لله والشكر. وانتو بنات سولفونا شو تسوون، شنو أكثر شغلة صعبة عندكم، وشلون ماشيين وروحكم وين المدرسة. وبنات أنا أكثر وقتي أخلصها ويا رتوجة، والله الصراحة يعني بتدريس رتوجة شوية، يعني قليلة الاستيعاب، وارجع أدرسها يعني تنسى فد النسيان مو طبيعي، عندها كارثة. هذا جيلنا ما أدري شنو من يعني نسيان عندهم فظاعة، يعني ندرس وترجع تنسى، وندرس وترجع تنسى، يعني بحيث يعني أتعب حتى نفسيتي تتعب والله، وتروح يعني أنقهر إذا تاخذ درجة ناقصة، لو تاخذ شي وأوصي معلومات عليها وأنا أدير بالي عليها، والله كريم يقول بركة الله. وهنا بنات نظفت البصل يعني حلو ناعم، ونقعته ماي حلو بارد على مود شوية يبرد. وهنا هاي هم زلاطتنا كملت، عصرت عليها عصرة فاش وشوي يعني ذرات ملح، وهي مالت خيار وطماطم وخس، ومرقتنا هم كملت. وبنات جربوها، يعني ليش ما تحبون مرقة الشجر؟ لا احنا والله نحبها، يعني عادي نطبخها. وكمل غدانا لليوم، هاي تغديت بس أنا والبنات، خطية أبو رقام مو هنا. وهذا غدانا اليوم، وسايمكم ألف عافية، والقريب يتفضل والبعيد سهم العافية. وبنات لا تنسون اللايك والاشتراك وتعليقكم الحلو، وقولوا لي شنو القصة، ايش رايكم بيها، ومع ألف سلامة.